عارفين ليه اتغيرنا؟ عارفين ليه قسينا على بعض؟ عارفين ليه بقينا ناكل حق بعض ونظلم بعض ونضرب في بعض ونرفع قواضي على بعض ونعمل أعمال لبعض ونلبس بعض في حيطة ونأذي العيال؟ يعني ده في ناس ممكن تقسى على أمها وأبوها لأن احنا بعيد عن ربنا. كل ما الإنسان بعد عن ربنا كل ما الشيطان اتملك على حياتك أكتر، لأنك مسلم له كل حواسك. هتقولي ازاي؟ هقولك ما انت بيبان كل حواسك مفتحة. هو ايه اللي بيقفل البيبان بتاعت حواسك؟ الصلاة. والصلاة دي اللي بتقربني من ربنا. طب لو انا بعيد يبقى ما فيش صلاة، يبقى البيبان دي كلها مفتحة. فحتى لو انا قلبي وحش صدقني ربنا عايز يغسلهولك وينضفهولك ويرجعهولك زي ما خلقك بيه، نظيف ونقي وطاهر ومقدس ومفيهوش اي حاجة وحشة. لكن انا عشان ببعد عن ربنا عدو الخير بيبتدي يسيطر على حواسي فبقع، فالقلب ده بيبتدي واحدة واحدة يسود. الحل انه لازم يتغسل وينضف. يتغسل وينضف ازاي؟ بالصلاة وكلمة ربنا. الصلاة هي المية اللي هتخش تروي قلبك، وكلمة ربنا هي اللي هتغذيك، اللي تخليك ما ترجعش لأي حاجة تاني كنت بتقولها كانت بتزعل منك ربنا وكانت بتبعدك عنه.